السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين دين الرجال، وأي رجال وأي رجل تجده جالس في مقهى أو ملهى ليلي يروي قصصه وبطولاته الكاذبة، قصص الدنيا وأعماله التافهة، يرويها على الأصحاب، وبعضهم يدخل إليها بعض النكات حتى يصبح إنسان محبوب، ويصرف هذا المال على أصحابه حتى يرضيهم، وحتى يقولوا هذا صديق طيب. وأمه ربما تعاني الفقر، ربما عليها كثير من الفواتير لا تستطيع أن تدفعها، ربما هو يتغنى أنه أصلح أسنانه عند أفضل طبيب في المدينة، وربما تكون والدته لا تملك حتى أن تخلع ما بقي من أسنانها وتأكل الخبز مع الشاي لأنها لا تستطيع أن تأكل اللحم. وربما تجد حتى أخت لك هناك يتصدقون عليها ويخرجون عليها الزكاة من المسجد، أو لجأت إلى الشؤون الاجتماعية حتى تحصل على بعض المال أو شيء من الراتب. أسوأ ما في الحياة أن تظن في نفسك أنك شيء كبير، وتكون أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك يتصدقون عليها الناس، ولا تظن أنك إن كنت كذلك فرح بملابسك، بالماركة، ماركة الحذاء وماركة اللباس وماركة السيارة. ربما تكون صاحب بيت وفرح ببيتك وتستقبل فيه أناس من الطبقة الاجتماعية العليا، وهم من أمثالك، لأنهم لا يعلمون أين هي والدتك وما هي أحوالها، من هن خواتك، وما هي أحوال أخواتك هذه، أو عمتك أو خالتك، أو حتى أخ لك لا تريد أن تتعرف عليه. لماذا؟ لأنك تريد أن تحافظ على مستواك الاجتماعي. فأقول: أين الرجال الحقيقيين؟ أين المؤمنين؟ هل يسير هذه القصص، هل تسير هذه بدون علم الله تعالى؟ هل هذا الرجل الذي ينسب فقط الرزق الذي بين يديه والفضل فيما هو عليه له وحده، ليس لأحد عنده ولا عليه فضل، فقط هو صاحب الفضل فيما وصل إليه، لم يساهم أحد، لا والديه ولا أهله ولا أقاربه، ولا حتى نسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وكان فضل الله عليك كبيرا، وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعمة يجب أن يشكر الإنسان عليها، وكما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إن كان يتكلم عن الناس ويقول عليه الصلاة والسلام: من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. يتكلم عن الناس، عن الغرباء، لا يتكلم عن والديك، لا يتكلم عن صلة الرحم، لا يتكلم عن أخت وأخ وعم وعمة وخالة لا تريد أن تتعرف عليهم، لأنك تظن أن كل ما بين يديك هو حقك الخاص، هو ملكك الخاص. المسلم الحقيقي، المؤمن الحقيقي، هو الذي لا ينكر صلة الرحم ولا يفسرها كيف يشاء، هو الذي لا ينكر فضل الله سبحانه وتعالى من خلال هؤلاء الناس، أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الإنسان ويكرمه ويعطيه، بل ييسر له ويهيئ له الأسباب. فكل هؤلاء كانوا أسباب في الذي أنت وصلت إليه، حتى بدعاء الوالدين هذه من أهم الأسباب وأعظمها. فكل إنسان يعتقد أنه وقف على قدميه وأصبح قويا ولديه الإمكانيات المادية أن لا يحتاج إلى أحد. كلنا نحتاج إلى الله، كلنا لنا عند الله حاجة، ولا تعتقد أن هناك إنسان حياته اكتملت، لن تكتمل حياة أحد.
الدنيا بنيت على النقص، بنيت على الحاجة. واعلم إذا فتحت لك الأبواب فقد استغنى الله عنك، وليس بحاجة إلى دعائك، لأنه كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا كتب له القبول في الأرض، ويقول: يا جبريل امنعوا عنه فإني أحب أن أسمع صوته. وإذا كره الله عبدا كتبت له البغضاء في الأرض، وقال الله: يا جبريل أعطوه فإني لا أحب أن أسمع صوته. هناك أناس كثيرة تظن أن الأبواب قد فتحت لهم، الأقدار، الحظوظ، وينسبون كل الفضل لأنفسهم ويقولون هذا تعبهم وعرقهم، هذا فنهم وذكاؤهم، هذه خبرتهم وشطارتهم. كثيرين يظنون ذلك. لئن شكرتم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عذاب الله شديد لكل إنسان لم يشكر الله سبحانه على النعمة دخل في باب الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا المال، في كل ما أكرمك الله، وفي أموالهم حق معلوم. فمن أنكر حقوق الله المعلومة في ماله، في رزقه، فيما أكرمه الله، والرزق ليس فقط المال، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك إذا ظن البعض أو أحدهم أنه ليس بحاجة إلى أحد، فاعلم أن الأيام ستعلمك أنك رغم عنك سوف تبحث عن عائلتك، عن أهلك، عن أحد يدعو لك بدعوة. لا تعلم إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. هناك أقدار تتقلب، وهناك قول الله سبحانه وتعالى: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكما يقلب الله القلوب يقلب الله الأحوال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء. ممكن ينزع الملك حتى لو تكون ملك، قد تصبح إنسان عادي، قد تجد نفسك في السجن. لذلك حاول أن تصلح علاقتك مع الله من خلال إصلاحك للعلاقة ما بينك وبين والديك، أعمامك وأخوالك وأخوانك وأخواتك، صلة الرحم، وحتى مع الجيران. وابتعد عن التكبر والثقة الزائدة بالنفس التي هي مصدر الغرور، وهي مصدر قهر الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.